السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أصدقائي في كل مكان. هنتابع النهاردة تقدم الأشغال في ملعب الرباط الجديد. في البداية ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد عن حصريات ملاعب والبنية التحتية داخل بلدنا. لنبدأ على بركة الله. تتواصل أشغال ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط بوتيرنة سريعة، حيث تعكف فرق العمال المداومين على الأشغال ليلا نهارا على العمل كخلية نحل لا تنام، ليكون الملعب جاهزا حتى قبل موعد التسليم النهائي المتفق عليه. وباتت أساسات وجزء كبير من مدرجات الطابق الأول شبه جاهزة، حيث بدأت ملامح الطابق الأول تظهر بشكل جلي من خلال الصور الجوية الملتقطة لمجمع الأمير مولاي عبد الله بالرباط. كما انطلقت منذ مدة أشغال إعداد أساسات الطابق الثاني والثالث والمنصة الرسمية والشرفية، حيث تتقدم الأشغال بشكل احترافي مع تهيئة المداخل وتجهيز نظام تصريف المياه. موازاة مع ذلك يعكف عمال الشركات التي تدبر المشروع على القيام بعدد من الأشغال الموازية كبناء المرآب تحت أرضي الجانبي وتوسيع مداخل الملعب وتشييد أساسات ملعب ألعاب القوى المقابل لملعب كرة القدم وغيرها من المشاريع الموازية. شكرا لحضوركم اليوم ومشاهدتكم للفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الفيديوهات الجديدة أولا، كما لا تترددوا في إعجاب بالفيديو إذا استمتعتم به. فرجة ممتعة، وإلى اللقاء في الفيديوهات القادمة.